اللي عايز ايه بالظبط؟ قول لي يمين بالله العظيم لو صبري نفد بخلص عليك. خلدون بذات نفسه جاي لغاية منطقتك وطالب يد بنتك حبيبتك ضرة تبقى مرتي وزينة بيتي. ياك شارب حاجة عشان بتتحدث من غير عقل. ليه بس كده؟ انت تتجوز بنت العجمي؟ ايوه انا عايز اتجوز ضرة يا حاج عجمي. الكلام واضح وبسيط. يمين بالله العظيم لما فقت روحك لطبك وزمارة رقبتك دي اطلع روحك في يدي. ضد لا 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 مش هتقدر. اصل انا مش فراج. فراج؟ ايوه اخوك الصغير اللي كان ابوك هيحبه اكتر منك، واللي البطلان وانتوا عيال صغيرين قال لك ان ابوك هيورثه مكانه، ورحت ودخلت عليه وهو عيان وعنده حمى وحطيت يدك على رقبته ودوست. لولا ابوك داخل ومات بعدها باسبوع ومحدش عارف ليه دلوك مات من الحمى ولا مات من دوسة يدك على رقبته. كان صغير يا عيني. عرفت من فين الحكايه دي يا ولد الشياطين انت؟ والصراحة ما بطلتش بكى عليه يوم لحد اما ابوك خدك للشيخ مدين وطبطب عليك، والا كان زمانك ندمان لحد دلوقتي وتلاقيك ندمان يا عيني. اطلع بره يا خلدون. خلدون احسن من عرفات اللي عايز تتجوزه بنتك. كنت اطلع بره. انا اللي خرجت عرفات وشياطينه من الجزيرة، مش محارب زي يسري ما قالك. وانا اقدر اعمل كتير. اقدر اهجج بنتك من بيتك وامشيها مدبوبة في شوارع الجزيرة، واقدر احكي عنها حكايات هي وعرفات والناس هتصدق. خلاص الناس بتصدق واحد بس، خلدون. لو منك تجوز بنتك لخلدون احسن واصدر.